السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم كاقتراح حنقترح عليكم هاد الغريبة بالكوك اللي ما كتخطاش شي مائدة مغربية هكا في الأعياد، كتجي رائعة وصراحة سهلة في التحضير، وحتى المكونات سهلين وبساطين. هي كتبقى الطريقة كيفاش تحضروها حتى هي مهمة بزاف. وغادي نقول لكم عافاكم لايك الفيديو وهكا الاشتراك في القناة باش تكبر هاد القناة هذه. كيف ما كتشوفوا فهي بالنسبه لي مظلومه صراحه الله. ولكن ماشي مشكل، كنقول انني نعطي وكمال على الله سبحانه وتعالى. عندي هنايا واحد 3 البيضات، عندي رشه الملح، وعندي هنايا كاس الا ربع ديال السكر. يمكن لكم تعمروا كاس العنبه بطبيعه الحال، العبار بكاس العنبه. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه كما قلت لكم عمروا كاس كامل. انا مادام غادي ندير عارفه زعما غدار في سكر كلاصي وداك الشيء، فقلت ما كيعجبنيش الحلاوه بزاف. هنا كنخلط المكونات. نتوما في هذه المرحله يمكن لكم تستعملوا الباطور اولا تستعملوا البلاندر، يعني تخلطوا فيها مزيان يجيكم ساهل، وكذلك حتى النتيجه كتكون مزيانه. هنا غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الزيت، ضروري الكاس الشهير ديالنا ديال العنبه. غادي نضيف الكاس كما كتشوفوا وغادي نخلط على هذا الشكل هذا. غادي نزيد هنايا واحد لي زيست هكا قشور ديال الحامضه، غادي نحكها، ناخذ غير القشور ديالها وغناخذ حتى العصير ديال الحامضه. ضروري بالنسبه اللي ما كيفضلوش ممكن انكم تستغناو عليه، لان غادي نضيفوا المربى المشماش. يمكن لكم تستعملوا حتى الفاني. هنا غادي نستعمل مربى المشماش، عندي هنا 2 معالق. هنا استعملت هذاك المشماش اللي كيكون جاري. الا ما توفرش عندكم زعما وتوفر غير العادي ديال الاكل، ممكن انكم تطحنوه، وضروري تعملوا يكون جاري، لان لا كان هكا كيبقاو طريفات في الحلوه فما يجيش زوين. صافي غادي نخلط على هذا الشكل هذا. غادي نضيف الكوك ضروري البنات يكون نوعيه جيده. هنا باش كنحكو هكا بين صباعنا كيبقى ديك الزيت هنا باش كتعرفوه بانه نوعيه جيده. فلا ما كانش نوعيه مزيانه فراه الحلوه ما كتجي زوينه. ضروري يكون الكوك المزيان. صافي كنخلط على الشكل هذا. هنايا غادي نحيد الفوي وغادي نستمر بيدي. غادي نضيف هنايا 2 كؤوس ديال السميده رقيقه، سميده الحرشه ديالنا اللي كنستعملوها في الحرشه. وغادي نحاول انني نخلط على هذا الشكل هذا غير بيدي حتى كينسجموا لي. انا عملت هنايا 2 كيسان. نتوما راه على حسب البيض اللي عملتوه وعلى حسب الحامض ربما ان ياخذ منكم اقل او اكثر. المهم العجينه خصها تكون كتلصق في اليدين. غادي نخليها ترتاح وغادي ندوزو باش نكوروها. هنا من بعد ما ارتاحت ليا كنفزق هكا يديا شويه بالماء زهر اولا الماء، يمكن لكم تستعملوا غير الماء. وغادي نوضعها في سكر كلاصي اللي كيكون سبيسيال. سكر كلاصي ضروري سبيسيال. بالنسبه الا كنتو شاكين بانه يقدر ما يكونش سبيسيال ولا شي حاجه، بارفو كنشريوه وما كنعرفوش انه سي فغي غيكون سبيسيال ولا لا. زيدوا واحد 2 معالق ديال النشا وها نتوما تكونوا متاكدين منه. صافي كنحاول انني نخليهم بداك السكر هكاك كلاصي كما قلت لكم، كنخليهم عاد غنوضعهم في الطاوه ديالي. صافي كنستمر هكا بالتكوار، كنوضعهم في اللاطا وكنوضع هكا الاصبع ديالي بحال كنحاول نتكي عليهم بحال هكا باش كيعطيونا داك الشكل ديال الغريبه اللي معروف. وكندخلوها للفران هنا على درجه حراره 160 درجه، يعني من الاحسن باش تاخذ هكا راحتها وما كطيبش هي بزاف. من با واحد 15 دقيقه 10 دقائق كتكون طابت. انا صراحه الله هنايا هذا البلاطو شويه خليته تحمر شي شويه، الاخر لا راه حيت عطاتني 2 بلاطوات ما تحمرات ليش بزاف. حق انا كتعجبني بحال هكا. ها نتوما كما كتشوفوا يعني البلاطو الثاني ما جاش محمر بزاف. ما تخليوهاش بزاف هكا في الفران، راه غير شويه هي دغيا دغيا كطيب. كتجي رائعه وكتجي معلكه وكما كتشوفوا كتعجب هكا الوليدات. حضروها هكا لوليداتكم بلا اعياد بلا حتى شي حاجه. وفي العيد راه ضروري كتكون هاد الحلوانه صراحه. اي حاجه كيكون فيها الكوك انا كنحماق عليها، كتعجبني بزاف وكيعجبوني كاع الحلويات التقليديه المغربيه. سبحان الله كتشم فيهم ديك النسمه ديال الزمن الجميل كما كنقولوا. كنشكركم اللي بقيتوا حتى لهذا الجزء من الفيديو. الى اللقاء في وصفه قادمه ومع السلامه.